سلام دراري البنات، كنتمنى تكونوا مزيان، تكونوا بخير وعلى الف شكرا لكم بزاف على التشجيعات ديالكم. المجال ديال التوصيل مجال عنده علاقه كبيره بالواقع، واللي كيتمثل ديك العمليه ديال نقل البضائع من شخص لشخص ولا من مطعم للزبون. وفي هذه العمليه ديال النقل كاين انواع ديال التوصيل، وفي هذا الفيديو هذا غادي نشرحوا المجالات والانواع ديال التوصيل والشركات اللي كتقوم كل نوع في السوق. اول نوع اللي هو توصيل الطعام. هذا النوع من التوصيل التخصص ديالهم يتكلفوا لك بتوصيل جميع المأكولات والمشروبات والمستلزمات ديال البيت مثل الدواء والتقضية إلى آخره. أغلبية ديال العاملين في هذا المجال كيخدموا مع الشركات ولا المطاعم. كاين منهم اللي كيخدم الراس يدير كارت فيزيت كيفرق على الناس اللي محيطين في ذاك المجال اللي كيخدم فيه، واي واحد خاصته شي حاجه تيتصل به، سي فلان جيب لي هذيك الحاجه، جيب لي هذه الحاجه، جيب لي هذه الحاجه. دونك تبقى خدام في داك لازون ديالو. ندوي على النوع الاول اللي خدام مع المطاعم. هاد النوع كيكونوا واقفين حدا المطعم، جالسين في الموطور تيسينوا الكوموند حتى تدخل. تيعيط على الكليان مثلا انا زبون تنعيط على المطعم اللي تناكل فيه ديما، الو السلام عليكم سيدي صافا مزيان مطعم فلان فلاني، الله يعطيكم الخير راه باغي واحد لا كوموند، شنو فيها؟ شنو بيتزا، خبزه معمره، وصيفطوا لي انا في البلاصه الفلانيه. المدير ديال داك المطعم كيعيط على داك الليفرور اللي جالس برا، اجي هاك هاد لا كوموند هادي ديها لفلان في البلاصه الفلانيه بالمعلومات الفلانيه. فهمتيني؟ تي الليفرور تياخذها وكيدا كيوصلها وترجع عاوتاني تيوقف حدا الباب باش يوصل الاخر عاوتاني كوموند اخرى للكليان اخر. اما النوع الثالث اللي هما كيكونوا خدامين مع الشركات مثلا دوي على جلوفو ولا جوميا فود ولا كاليكس ولا المهم ما عرفتش انا بزاف في الفود حاجه التخصص ديالي ماشي الفود. تيكون عندهم واحد الابليكاسيون ديال الخدمه ديالو. الدراري الوفريه كاملين عندهم دي كونت في ديك لابليكاسيون. اي ليفرور تيكون داخل بالكونت ديالو، وكل مطعم في مثلا في لازون ديال الرباط النواحي تيكون مدخل حتى هو لوكاليزاسيون ديالو في ديك لابليكاسيون. دونك انا كزبون باغي ناكل تندخل ديك لابليكاسيون كندوموندي لابليكاسيون ديريكتومون كدوز لا كوموند ديالك لاقرب مطعم، وهداك اقرب مطعم تيوجدها، ولابليكاسيون نيت كدوز ديك لا كوموند لاقرب واحد لذاك المطعم. دونك الدري ملي تطلع ليه لا كوموند كيدوز تيفاليديها تيمشي يهزها تيدي يوصلها للكليان. الكليان راه تيكون ديجا اصلا مدخل لي دوني ديالو في ديك لابليكاسيون. دونك كلشي هادشي هذا تيجري غير بلابليكاسيون، انت خدام غير مع لابليكاسيون المطعم اللي عطاتو لك راه كتمشي ليه وتتهز منه وتدي تليفر. اما بالنسبه للخلاص في هذه الحاله هذه ديما تكون لابليكاسيون تجمع لك شحال عندك في التوتال الصباح كتفيرسيه ليهم السياش ولا البريد ولا الوافا كاش، فهمتي؟ على حساب الموين اللي خدامين بهم. وما نساوش الدراري دابا اللي خدامين مع الشركات راه هما تيديروا نفس المهمه ديال داك الشخص اللي تكون خدامه لراسو، دير واحد الكارت فيزيت تيفرق على الناس، الو فلان سير جيب لي الماكله من ديك البلاصه، ولا جيب لي التقضيه، ولا جيب لي كذا. فهمتي؟ نفس الدور هما خدامين مع الشركه اللي تحط لهم داك الشيء اللي خص الكليان. فهمتي؟ الشركه تكون الوسط وهي اللي تجيب الكليان. دونك نتايا ديما ما تكون مرتاح، ديما تتسير الكوموند من عند الشركه، ماشي بحال واحد بيرسون فيزيك هو اللي تيقلب على الكليان، هو اللي تيبغي يخلق الخدمه تيخلقها لراسو. اما بالنسبه للشركات اللي معروفين في هذا المجال هذا واللي دايرين توب في العالم ولا في المغرب، حنا ندوي على المغرب دايرين مزيان في المغرب مدخلين الصرف ديال بصح. اول شركه اللي هي جلوفو، واللي الدراري كاملين الوفريه تتعجبهم جلوفو، فهمتي؟ كتعجبهم. ثاني شركه اللي هي جوميا فود، وثالث شركه كاليكس، رابع شركه ياسين فود. دونك هادو اللي عارف واللي معروفين في هذا المجال هذا ديال الفود. دونك التخصص ديالهم هما الفود، اي حاجه تتكال توصلوها. الوفريه ديال هذا المجال هذا تيبقاو مريحين، تطيح الكوموند تيمشيو يهزوها تيوصلوا للكليان تيوقفوا عاوتاني تيبقاو خدامين بحال هكا. غندويو على واحد المجال اخر اللي هو مجال عنده علاقه بالتجاره الالكترونيه. وهاد الثوره ديال التجاره الالكترونيه الناس كتبيع في الانترنت او غير من تليفونها وغير من البيسي. الناس كدوموندي تتصيفط المعلومات ديالها، الناس كتبيع تتحط عند الشركات ديال التوصيل،
الشركات ديال التوصيل كتشوف ناس يخدموا معاه في واحد لازون معينه، ودوك الناس في وسط ديك لازون معينه تيخدموا مع عاوتاني الوافريه اخرين، وتتبقى غادا واحد السلسله بحال هكا. خليكم معنا، غادي نشوفها في الفيديو الجاي. تهلاو ليا في راسكم، ما بغيناش نطولوا هذا الفيديو بزاف. تهلاو.